السلام عليكم، اهلا بيكم في اكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة صينية بتنجان ملفوف باللحمة المفرومة. حاجة كده وهم طعمه حلو جدا، بجد طعمه حلو جدا. عشان اعمل الحشوة انا محتاجة ربع كيلو من اللحمة المفرومة، نص حزمة من البقدونس، محتاجة معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، ومعلقة من معجون الفلفل الاحمر، ومحتاجة كمان معايا بصل مفروم ناعم بميته بحاله، مفيش مشكلة. هقلب بقى الخلطة الحلوة دي مع معلقتين بقسماط وملح وفلفل وتوابل اللحمة. لو مش موجودة يبقى ملح وفلفل اسود بس، مفيش مشكلة خالص. الحشوة دي بقى اقلبها كده مع بعضها، تاخد وتدي كده بشكل جميل مع بعضها. وعندي بقى البتنجان قطعته شرايح طولية بالطول كده، ومش تخين، انا عايزاه مش سميك، عايزاه رفيع علشان اقدر الفه بكل سهولة يبقى طري معايا. هاخده كده انقعه في ميه بملح واسيبه شويه ينزل المراره اللي فيه، شايفين الميه بتاعته اسمرت من المراره اللي فيه. وبعد كده هبتدي بقى على صينيه فرن، وهدهنه وش وظهر كده بالفرشه بالزيت، وادخله بقى الفرن ياخد إيه يعني، مش هشويه، مش عايزاه مشوي، انا عاوزاه واخد لون من فوق ومن تحت، وعايزاه كده يبقى طيع وطري معايا، بحيث ان انا الفه بكل سهوله وما يفكش معايا ولا يتقطع ولا اي حاجه خالص. زي ما احنا شايفين كده خد كده لون. وبعدين فردت بقى عليه، بفرد عليه بالمعلقة كده الحشوة بتاعتي، وبلفه بقى رول. زي ما احنا شايفين بيتلف معايا بمنتهى السهولة، سهل جدا في اللف، مفيش فيه اي مشكلة خالص. هو طري جدا وبيتلف معايا بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده. هلف بقى الكمية اللي عندي كلها. انا استخدمت 4 بتنجانات وربع كيلو من اللحمة المفرومة. الكمية ترجع لكم، كمية اللحمة نفسها في البتنجان ترجع لكم. عايزين طبقة سميكة، عايزين يدوب كده طبقة رفيعة، دي حاجة بترجع لكم انتم، تمام. بس ربع كيلو من اللحمة المفرومة بيعمل معاكم صينية حلوة جدا، يعني هي وجبة موفرة يعني، ما تقلقوش. ومعايا بقى طماطم، هقطعها كده شرايح، يعني هقطع الطماطمية نصين وبعد كده اقطعها جوليان شرايح كده. وهبتدي بقى ان انا زي ما احنا شايفين هرص كده الطماطم، يعني بين كل واحدة بتنجان والتانية هحط ترانشة كده من الطماطم زي ما احنا شايفين كده. هعمل بيها فواصل كده بين البتنجان وبعضه، ترانشات كده، هتديني شكل حلو قوي في التزيين. هتخلي البتنجان ماسك نفسه، مش هيفك معانا خالص. وكمان هتديله طعم، يعني طعم وشكل وفايدة ان هي مش هتخليه يفك معانا، فشكلها كان حلو بصراحة. وعملت اللي عليها يعني، زي ما احنا شايفين كده شكلها عامل ازاي. هخلص بقى الكمية بتاعتي كلها، وبعد كده هعمل التشريبة بقى بتاعت البتنجان. انا عامله له تشريبة عبارة عن ايه، معلقتين كبار من الزيت على النار، هحط معاهم حوالي 4 معالق من صلصة الطماطم، وبعد كده هحط فصين او 3 فصوص كبار من الثوم المفروم، وهنزل بكوباية مية عليهم. دي التشريبة بتاعتي، طبعا معاها ملح وفلفل اسود زي ما احنا شايفين كده، دي التشريبة بتاعتي. بس ناخد بالنا من الملح لان احنا هننقع البتنجان في ملح كمان، خلوا بالكم، فناخد بالنا من الملح عشان ما تطلعش ملحها عالي معانا. زي ما احنا شايفين بقى كده شكلها وهي بتغلي في الفرن رهيب يا جماعة، وطعمها بجد كان حاجة حلوة قوي. يعني الشكل بيتكلم، هي بتتكلم عن نفسها بصراحة. لو انتوا حابين تضيفوا مثلا عليها جبنة موتزاريلا او حاجة تمام، بس انا اكتفيت بشكلها كده، شكلها كان حلو وطعمها بجد خطير. وزي ما احنا شايفين طالعة ازاي، مفيش واحدة فكت، هي طالعة كده زي ما هي ملفوفة، زي ما هي محافظة على شكلها كده، تحفة. لو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى تشتركوا وتستنوني في فيديو جاي من اكلة ماما. سلام.